سرق أموال مغربي أثناء عملية تفتيش على الحدود في معبر بني نصار. إسبانيا تدين عنصرا في الحرس الإسباني. إليكم ما حدث. تفاصيل الواقعة تعود إلى 27 ماي من سنة 2022، حين قام عنصر في الحرس المدني الإسباني بأخذ حقيبة صغيرة كانت موضوعة تحت مقعد السائق في سيارة مواطن مغربي يبلغ من العمر 38 عاما، واستخرج منها 450 أورو، ثم أعاد الحقيبة إلى مكانها مستغلا تفتيش الضحية من قبل عناصر أمنية آخرين، حسب ما نقلته وكالة أوروبا بريس الإسبانية. المواطن المغربي لم يكتشف فقدان أمواله إلا بعد وصوله إلى الميناء في مليليا، حين أراد شراء تذكرة الباخرة قصد السفر إلى شبه الجزيرة، ليعود الضحية على الفور إلى النقطة الحدودية للاستفسار عن أمواله. بعدها اقترب منه المتهم وأعطاه 350 أورو، مدعيا أن هذا هو المبلغ الوحيد الذي وجده، وهو التبرير الذي لم يقنع الضحية. المواطن المغربي تقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصة بعد تلقيه اتصالا من الحرس المدني يدعوه لتقديم شكوى، وتم التفاعل مع الأمر. وحسب الوكالة فقد قررت محكمة الاستئناف بمنيليا تأييد الحكم الابتدائي بإدانة عنصري الحرس المدني بالسجن لمدة 7 أشهر مع حرمانه من حق التصويت خلال فترة العقوبة، بالإضافة إلى تغريمه 100 أورو وتحميله تكاليف المحاكمة. شاركنا رأيك.